السلام عليكم الخوت، كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيان. كنت حطيت لكم واحد البوست وقلت لكم اللي عنده سؤال على فريق الوداد حاليا يكتبوا لنا في الكومونتات وجاوب على الاسئله اللي غنجاوبوا عليهم في هذا الفيديو. فلا عجبك الفيديو ما تنساش لنا واحد لايك. بقى لي نقول لكم نبداو الخوت دابا مع اول سؤال اللي كتبوا بوي راب 2020 واللي قال فيه ما مشكله نادي الوداد. بالنسبه للوداد في هذا الموسم فيه بزاف ديال المشاكل. اول مشكل اللي هو التسيير ديال الفريق، كذلك الانتدابات اللي كان داهم النادي ما كانوش مزيان. علاش؟ فاش كتجيب لاعب اللي كيلعب في اوروبا وما كيعرفش القيمه ديال النادي ديال الوداد اللي فريق كبير من الناحيه الافريقيه والعالميه وعنده قاعده جمهوريه اللي كتابع وحده من اقوى القواعد في العالم كله، فاللاعب اللي ما كيتقاتلش معاك داكشي علاش كنقول ديما انهم تجيبوا لعابه اللي كيعرفوا الوداد وكيعرفوا تاريخ الوداد ويديروا اي حاجه على قبر الوداد، وهادشي كينطبق في اللاعبين اللي ولاد المدرسه. مش دابا السؤال الثاني اللي كان مع عند محمد عاكف اللي قال فيه المجالات التحكيميه طحنات الوداد في الموسم، وبالمقابل كاين فرق اخرى اللي شارت المقابلات، وداكشي علاش مابقيتش كنشوفوا تكافؤ ديال الفرص، وهادشي اللي فقدنا المتعه ديال كره القدم. شوف في هذا الموسم الوداد تشكاو عنا بزاف الحكام في اغلبيه ديال الماتشات، وهادشي اللي خلانا نفقدوا بزاف ديال النقاط. ومن جهه اخرى لقاو على ان فرق اخرى السبب بشكل كبير من التحكيم في هذا الموسم واللي بسببه بقات في البطوله، وكاين فرق اخرى اللي بحات بالالقاب. اما ندوي على واحد النقطه اخرى، انا بالنسبه لي كنامن بنقطه واحده: خشي البيت وماكي البيت وقول الحكم يحيدولك. مش دابا السؤال الموالي اللي كنكتبو مهدي اللي قال فيه واش العام الجاي نقدروا نديو شي لقب ومغيبي. شوف هذا السؤال ديالك نقدر نقول انك نقصي شويه من الوداد، حيت الوداد اي عام كيدخلوا ديما كيدخل مرشح باش يفوز يا بالبطوله ولا بكاس العرش، ولا كنا مشاكين في الشامبيونز ليغ كذلك كنكونوا من الفرق المرشحه. هذه هي القيمه ديال الوداد حاليا في الكره الافريقيه وحتى في الكره العالميه بقاعده جماهيريه اللي كبيره. شوف الا جبنا مدرب اللي عنده كفاءه كبيره وقاد انه يقود الوداد تحت الضغط الجماهيري، فكنت متاكد على انه في الموسم المقبل غنفوزوا بالالقاب، غير وخاصه في هذا الموسم نضمنوا مشاركه افريقيه في الموسم المقبل. مش دابا لواحد السؤال اللي تكرر بزاف اللي كيسولوا اغلبيه ديال الدراري: شكون احسن، واش رمزي ولا مكوينه؟ شوف رمزي جا في واحد الفتره اللي كانت صعيبه، كانوا اغلبيه اللاعبين مشاو من الوداد، وكذلك كانوا بعض اللاعبين اللي حسوا بواحد الشبعه كيف ما نقولوا فازوا بكاع الالقاب، ورغم داكشي انه بدا بدايه الموسم اللي كانت رائعه وجمع فيها بزاف ديال النقاط، ولكن بسبب خطا اللي كان فادح من اللاعب حيمود في مباراه من بعدها شفنا على ان رمزي مشى من الوداد. كنت متاكد وبالنسبه لي انا كون رمزي تعطات لك الفرصه والثقه وهذا اللاعب اللي كاين حاليا في الوداد وهذه الانتدابات كنت متاكد على انه كان غينجح في الوداد. داكشي علاش بالنسبه لي انا كون رمزي صبروا عليه بحال الصبر اللي وقع لمكوينه كون حي الوداد رجع للهيبه ديالو. نمشيو دابا لواحد السؤال اللي عجبني وكان افضل سؤال في هاد الاسئله كلهم بالنسبه لي انا، اللي كنكتبو جواد كرام اللي قال فيه: واش تغيير المدرب هو الحل، وهل رئيس يتمنى رئيس يستاهل يكون في نادي مرجعي كالوداد؟ شوف تغيير المدرب يقدر يكون هو الحل، ولكن ما نساوش على انهم كاين بعض اللاعبين اللي كيبينوا على ان المدرب ضعيف. داكشي علاش كاين بعض اللاعبين في الوداد حاليا ما يستاهلوش انهم يحملوا القميص ديال الفريق. اما بالنسبه للرئيس، شوف رئيس الوداد يتمنى جاب لعابه اعطى المدرب اللي بغاه، ولكن بالنسبه لي انا كشخصيه ديال يتمنى فشخصيه اللي ضعيفه حاليا. شوف غير النصير قبل منه ما كانش كيبان بزاف. شوف لاش شفنا رئيس ديال ريال بيز، هذيك هي افضل شخصيه اللي تقدر تشوفها في رئيس اللي كيعرف القيمه ديالو وكيعرف القيمه ديال النادي اللي كيرأسو حاليا. بيز فاش يقول شي حاجه كتوقع، تيقول لك على انه ما غيمشيوش غنقاطعوا، وهذا هو افضل رئيس اللي كيعطي الهبه والقيمه للفريق ديالو، خاصه ان حاليا الوداد واحد من اعمده الكره المغربيه في التاريخ ديالها. مش دابا السؤال اللي كتبو يوسف الطاهري اللي قال فيه: واش يتمنى خاص يجيب مدرب يلعب معنا كاس العالم ويمشي، ولا يجيب مدرب نبداو معاه من كاس العالم؟ شوف بالنسبه انك تجيب مدرب يلعب معاك غير كاس العالم ولا لاعب يلعب معاك غير كاس العالم ويمشي، فهذا قرار اللي غيكون خاطئ بالنسبه ليا. فاحنا كنت متاكد على ان الوداد وكنا عارفين ما غيجيبش اللقب، فحاجه اللي صعيبه ومستحيله بهاد اللاعبين. على الاقل تكون واحد المشاركه اللي مشرفه للكره المغربيه والنادي ديالنا واللي تكتب في التاريخ ديال الوداد. بالنسبه لي انا نجيب مدرب اللي نبداو معاه
ماشي نجيبو المدرب يدربنا ويمشي بحاله وعاد عاوتاني نجيبو مدرب اخر ونبداو ازيرو. فداكشي علاش كنفضل انهم يجيو لعابه جداد ومدرب جديد وتوفر ليه كل الامكانيات باش يبني لنا فريق اللي يكون قوي. مش دابا السؤال الاخر اللي الاغلبيه ديال الدراري كتبوه اللي قال لك واش مكوينه تمت الاقاله ديالو. شوف حاليا باقي في صفحه الوداد ما خرجاش حتى شي حاجه رسميه، ولكن كاين بعض الاخبار وبعض الصحف المقربه من النادي قالوا على ان المدرب بن هاشم هو اللي كيتولى حاليا التدريب ديال الفريق. داكشي علاش بنسبه 99% يقدر يكون مكوينه مشى بحالو من الوداد. مش دابا الاخر سؤال اللي غيكون عندنا في هذه الحلقه واللي كان من ادم حليم اللي قال فيه شكون هو احسن مدرب يقدر يجي للوداد وبغيتي تتعاقدوا معاه كمدرب اللي غادي يجي وغادي يدير شي حاجه مع الوداد. شوف بالنسبه لي انا كنفضل المدرب يكون محلي ومغربي، وغنقول لك علاش. حيت بالنسبه لنجاحات الوداد في السنوات الاخيره كانت مع مدربين اللي مغربيين بحال عموته وكذلك ركراكي. ولشنا المدرب المحلي الافضل خيار حاليا بالنسبه لي انا كاين بن هاشم، وكاين كذلك طريق سكيتيوي. سكيتيوي عنده خبره، لعب في البطوله ولعب كذلك في كاس كونفدراليه، وكذلك منسيت على انه فاز مع المنتخب المغربي الاولمبي بالمركز الثالث. داكشي علاش بالنسبه لي انا سكتيوي هو افضل خيار حاليا للوداد. فانا الخوت كنكونوا وصلنا لنهايه ديال الحلقه. كنشكركم بزاف على الاسئله ديالكم، واللي عنده اي راي يكتبوا لنا تحت في التعليقات. هادشي ما كان الخوت، بقى لي نقول لكم تهلاو.